مرات الواحد يسأل نفسه، ليش الجواز العراقي أسوأ جواز بالعالم؟ قبل كل شي لازم نرجع للفترة اللي استخدموا بيها جواز السفر للمرة الأولى، واللي كانت بعد الحرب العالمية الأولى. قررت الدول الأوروبية أنه تنطي للمواطنين اللي يريدون يسافرون وثيقة معتمدة من الدولة حتى تسمح لهم بالسفر. طبعا ما كانت بالصورة اللي نعرفها اليوم عن جواز السفر، مجرد وثيقة عادية موحدة بين الدول حتى تسيطر على الشعب وتمنع النزوح أو حتى دخول غرباء من الدول الثانية. هسه خلينا نرجع للعراق، واللي بسنة 1924 أصدر أول جواز سفر عراقي باسم الملك فيصل الأول، واللي بعده صارت الدولة تعطي الجواز لطبقة معينة من المجتمع: أطباء، سياسيين، تجار، يعني نخبة المجتمع. وهاي الصورة الجواز سفر بسنة 1939 المواطن عراقي من محافظة الموصل. أما الفترة الذهبية للجواز العراقي، حتى ما حد يفهم الموضوع غلط ويتوقع أنه الجواز العراقي كان بالمرتبة الأولى أو الثانية أو حتى العاشرة. بس إذا نرجع للتصنيفات، فكان الأول بالوطن العربي، يسمح بالدخول للكل من يوغوسلافيا، الاتحاد السوفيتي، ألمانيا الشرقية، ودول أوروبا كلها بدون فيزا. كل هذا لأن الدولة بذاك الوقت كانت قوية اقتصاديا وسياسيا، هاي غير العلاقات الدبلوماسية. وبقينا بهذا الحال لحد ما استلم الحكم الملعون ابن الملعون سنة 1979، وبدأ العراق مرحلة جديدة من كل النواحي، وبسبب الحروب والحصار وكل المشاكل اللي مر بها العراقيين، من حرب إيران، حرب الكويت، حصار التسعينات، وحرب 2003، بدأ العراق يخسر مكانته بين الدول ويتراجع لحد ما وصل اليوم المرحلة خلت المواطن العراقي يملك أسوأ جواز بالعالم. واللي زاد الطين بلة التزوير اللي صار بالجواز العراقي، صارت تنباع بأسماء وهمية. هذا الشيء سوى أزمة ثقة دولية، لأن صار صعب التمييز بين الجواز الأصلي والمزور. هاي غير مشاكل الهجرة الغير شرعية، واللي زادت الشبهات على الجواز وخلته مسموح الدخول ل 29 دولة بدون فيزا. 3 دول منها معروفة، واللي هي لبنان وإيران وماليزيا، وال26 البقية هي أما دول أفريقية غير معروفة أو جزر أو حتى دول عبور. ما أريد أدخلكم بمقارنات حتى ما أضوجكم، بس مثال بسيط: السعودية تدخل 90 دولة بدون فيزا، والإمارات 180 دولة. نقدر نحسن الجواز؟ طبعا كلش طبيعي كلش عادي، بس لازم قبل الحكومة العراقية تسوي كم شغلة: تحارب الفساد، تقوي العلاقات الخارجية، تشتغل على الاستقرار السياسي. لأن أكو دول مثل رواندا وجورجيا دول كانت مدمرة بسبب الحروب، واليوم عندهم جواز سفر محترم يمثل المواطن بصورة صحيحة. هسه خلينا نحكي عن مشاكل الجواز. اكو هواية ناس صارت لهم مشاكل بسبب سوء تصنيف الجواز، بس خل احكي لكم عن مشكلتي أنا، مشكلة شخصية صارت وياي. كلكم شفتوا اللي صار قبل كم شهر من إسرائيل ضربت إيران، وبذاك الوقت أنا كنت نازل ترانزيت على مطار حمد الدولي بقطر. بعد ما ضربت إيران طبيعي راح تنسد الأجواء العراقية، وبسبب هاي المشكلة ما قدرنا نطير من قطر للعراق. بس أكو ناس كانت عندهم جوازات أجنبية، هاي الجوازات خلتهم يغيرون رحلتهم بكل سهولة ويحجزون على الكويت أو على الأردن أو على تركيا بنفس اللحظة وبنفس اليوم، لأن يعني جوازاتهم تسمح لهم يدخلون هاي الدول بدون فيزا. أما أني اضطريت أنه أبقى بقطر ل6 أيام، لأن صعب كلش أحصل على فيزا بهاي الفترة من أي دولة مجاورة للعراق. وبالنهاية جواز السفر مو وثيقة عادية، هو مثال بسيط لقوة وهيبة الدولة. أما واجبنا كمواطنين إنه من نسافر نحاول نمثل العراق أحسن تمثيل، نحترم القانون ونبتعد عن أي شيء يحاول يقلل من قيمة العراق والمواطن العراقي. تحياتي.